جربت وصفات كتير للآيس كريم، مش كلها عجبني ومش كلها بيرضيني. دايما ما بيطلعش كريمي، اللي بيطلع فيه شوية طعم التلج. يعني له تكات كتير وله طرق كتير، منها السهل ومنها الصعب. أنا قلت أبدأ سلسلة طرق الآيس كريم بأسهل طريقة، آيس كريم الكسلانين، اللي هو عايزين ناكل آيس كريم واحنا اللي عاملينه نقوم نعمله. وبعد كده هقول لكم طريقة آيس كريم الرايقين اللي بياخد وقت بس بيطلع خطير، ده يبقى في فيديو تاني. انا عملت 3 نكهات بمقدارين مختلفين في الفيديو ده. اول نكهة واول مقدار هنحيس من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من اللبن البودرة ومعلقة كبيرة من العسل الابيض. ده اساسي في ال3 نكهات. بعد كده نص كوباية من اللبن وكيس من الجلي اي طعم تحبوه. هندوب الجلي كويس قوي. اللبن ممكن تدفوا شوية وتذوبوا فيه الجلي وبعدين تزودوا عليه باقي الكمية لبن بارد لو تحبوا، عشان بس تأكدوا انه ده كويس. انا دوبته كويس جدا وبعدين ضفته للكريمة واللبن البودرة والعسل. هنخلطه بالمضرب كويس قوي 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 لغاية لما لونه يبقى فاتح وكريمي بالشكل ده وبالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنحطه بقى في علبة ونقفلها كويس قوي وندخلها الفريزر. اهم حاجه يكون الغطا مقفول كويس عشان ما يكونش طبقه تلج او ما يدخلوش ما يعملش تلج حبيبات تلج على الوش. ده كده اول حاجه. تاني حاجه او تاني نكهه وتاني مقدار، عشان لو عايزين تزودوا الكميه والقوام برضو طلع كويس جدا. الفرق ان احنا بدل نص كوبايه لبن هتبقى كوبايه لبن. برضو هنستخدم كيس كريم شانتيه ومعلقتين كبار من اللبن البودرة ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض وكوباية من اللبن. هندوب فيها برضو كيس الجيلي، ده كان جيلي مانجا. هندوب كويس قوي، وزي ما قلت لكم لو حابين تعملوا لبن كمية دافي وكمية بارد زي ما تحبوا عشان تتأكدوا من تمام الذوبان. برضو هنخلطه كويس قوي بالمضرب لغاية لما لونه يبقى فاتح وبالقوام ده، وهنحطه في علبة محكمة الغلق ونشيله في الفريزر. النكهة التالتة بالشوكولاتة وقطع الشوكولاتة، برضو نفس المقادير. كيس من الكريم شانتيه ومعلقتين كبار من اللبن البودرة، معلقة كبيرة من العسل الأبيض وكوباية من اللبن. حطيت النص هنا ونص التاني دوبت فيه معلقتين كبار من الكاكاو الخام، وياريت طبعا تبقى جودته حلوة عشان طعم الشوكولاتة يكون باين ويكون حلو. هندوب كويس الكمية. أنا هنا بقى زودت عسل علشان ده شوكولاتة خام أو كاكاو خام، فعشان الطعم يبقى حلو. هنخلط برضو لغاية لما نوصل للقوام ده. وانا قطعت هنا شوكولاتة، عايزين تحطوا شوكولات شيبس زي ما تحبوا، عايزين تحطوا بسكوت اللي تحبوه بيبقى طعمه لطيف، بسكوت شوكولاتة مثلا. وهنخلط برضو كل ده مع بعضه وهنحطه في علبة برضو مقفولة كويس جدا وندخلها الفريزر ممكن ليلة كاملة او اقل حاجة 4 ساعات. وهنشوف بقى شكل الايس كريم. طبعا يفضل انه نطلعه بس 5 دقايق يهدى شوية. هنا انا طلعته وبدات ان انا اعمل بالسكوب على طول، بس اللي بعد كده هتكون يعني بدا يفك شويه. ده بقى شكله. انا هنا كان لازم طبعا اجرب اشوف ايه الاخبار، وكان بصراحه كان حلو جدا وكان كريمي وما كانش فيه حته التلج او احساس التلج اللي بيضايقنا. بس هنبدا بقى ان احنا ناخد كده بالسكوب. هنا ما كنتش مدياله فرصه يهدى، ف يعني شكله حلو، طلع البولة حلوة، بس هيبقى أحسن لما نسيبه 5 دقايق، وده هتشوفوه في يعني آخر الفيديو. وادي هنا الفراولة كريمي وحلوة قوي، وفعلا لو في إحساس التلج المجروش ده أنا هقول لكم لا، هو فعلا كريمي. هنا كان بعد ما بقاله 5 دقايق، فطبعا كده احسن كتير، بتتشال بسهولة وبيكون يعني طعمه كمان احلى واسهل في ان احنا نحطه في الكاسات او في الكوبايات ايا كان هتحطوه في ايه يعني. بس فادي الايس كريم دي اسهل طريقة سهلة جدا. آه، خلينا نقول انها مش صحية 100% طبعا عشان الالوان اللي موجودة في الجالي بس، والكريم شانتيه برضو بيكون فيه دهون نباتية. بس خلينا هي دي الطريقة السهلة اللي أكيد هتكون أهون من الآيس كريم الجاهز والإضافات بتاعته، حتى السكر اللي فيه قليل. يعني أنا مش مستخدمة سكر كتير فيها، يعني مكتفية بسكر الجلي. يا رب تجربوا الطريقة دي وتعجبكم وتقولوا لي رأيكم، وبألف هنا وشفا.